بذمتك بذمتك يا نتنياهو، يا رئيس وزراء إسرائيل، أنت ورئيس إسرائيل، الكلام ده موجه ليك ومباشر. تمام؟ أنت من ساعة 2014 لحد النهاردة كل ما تحصل مشكلة في مصر ويبتدي الوضع يتحسن أو الناس تبتدي صوتها يوصل وتعلي الموجة بتاعتها عشان تاخد حقوقها وتوصل لحقوقها، ليه بتزود الضرب على فلسطين؟ طيب يا ريت الفترة الجاية اللي هي الأيام اللي جاية دي، اللي هو النهاردة وبكرة وبعده وبعده وبعده، لو لقيت إن أنت عملت الكلام ده، فأنت الصفقة اللي كنت أنا عارضها عليك، اللي هي بتاعت 55% لفلسطين و45% لإسرائيل، وتعيش الدولتين مستقلتين ويحصل بينهم تبادل تجاري بعد 10 سنين على الأقل، وممكن أسرع من كده لو الشعبين اتفهموا الوضع وأصبحتوا دولة تقدر تعيش بسلام بيننا وبين العرب، لأنهم أصلا اليهود عرب أو اتظلموا فترة كبيرة. وقعدت أبحث في التاريخ ولقيت كلام عند الدولة الفاطمية لاضطهادهم هم والمسيحيين. بس الكلام ده مهم، يا ريت ما يحصلش اي امور عندنا هنا في مصر تكون كبيره وهتمس رئيس الجمهوريه وهتمس رئيس الوزراء وهتمس جميع الوزارات وهتعود عليهم بالسلب، وانت تقوم جاي مزود الضرب على الشعب الفلسطيني عشان الناس كلها تقعد تقول الشعب الفلسطيني بيتضرب والشعب المصري سايبه. الشعب المصري مش سايبه، او حتى المسؤولين حتى لو سابوا الشعب الفلسطيني يتضرب فالشعب المصري مش هيسيبه. بس للأسف احنا في وضع صعب شوية، بنحاول نوصل لنظام معين عشان الدولة تقوم على حيلها، والدولة لو قامت على حيلها هيحصل اتفاق هيكون جيد للشعب الفلسطيني. بس انا بقول لكم الفترة دي انا مش هعرف اتكلم عنكم كتير. ليه؟ لان عندنا مشاكل هنا جوه الدوله، وهم يعني انا من ساعه ما فتحت القناه دي وابتديت انزل عليها فيديوهات، كل ما الموضوع بيسخن وبعلي بيت بلاقي ايه؟ ضرب في الشعب الفلسطيني. الكلام دوت من امتى بقى؟ الكلام ده بقاله كده 3 سنين. فيا ريت تاخد بالك من النقط دي كويس، وخلي ليك رجعة محترمة بدل ما نخش في صراع ونيلة وبلا أزرق احنا في غنى عنه، سواء اليهود العرب أو المسيحيين العرب أو المسلمين العرب. فركز واعرف انت عايز ايه، ويا ريت تساعد الدول. لو انت بتقول اللي انتوا مش عايزين حرب وعايزينها سلمية وعايزين تقبلوا التعايش والتعليم اللي كنتوا عمالين تتكلموا عنه وتعليم الأجيال والكلام ده، فانت لازم تاخد بالك من ده. تقدر تمشي كلامك على دول كتير عربية، تقدر تعزل رئيس عربي، وزي ما انت قلت كده ان في رؤساء دول نتنياهو بنفسه، رؤساء دول يهود وصلوا للحكم، وقلت ان العرب هيتعجبوا ازاي الملوك دي او الرؤساء دي وصلوا للحكم. انت لحد النهارده ما اعلنتش عن اسمائهم، فخد بالك لمصلحتك مش لأي حاجة تانية.